لا يجوز النقاش فيها، قضي الأمر فقطعوا كل خط رجعة إلى من ينتسب إلى التشيع. إرهاب فكري حتى لا يفكر الإنسان في موضوع الإمامة. واضطروا بعد ذلك إلى أن يحكموا بكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسلموا هذا الأمر لعلي رضي الله عنه، فكفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، حيث إنهم تسلقوا وأخذوا هذا الأمر قبل علي رضي الله عنهم أجمعين، فكفروهم. ثم لم يكتفوا بتكفير هؤلاء، إذ إن الأمر لم يكن بأيدي هؤلاء فقط. أين باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم ينتصروا لعلي رضي الله عنه؟ فجاءت بعد ذلك كلمة كبرى، وهي تكفير سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد قليلين، فكفروا جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن الباقر رحمه الله أنه قال: إن أصحاب النبي كلهم ذهبوا، أي ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، إلا ثلاثة، استثنوا المقداد، واستثنوا أبا ذر، واستثنوا المقداد وأبا ذر وسلمان الفارسي، ثم بعد ذلك استثنوا عمار بن ياسر ومعه 2 أو 3. ما هذا؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء هم الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى؟ هم الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ أهؤلاء الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أي يمكن يكون هؤلاء كلهم ارتدوا إلا أعداد قليلة؟ على ماذا؟ على كذبة قديمة، وهي إن الإمامة لعلي رضي الله عنه. وليت الأمر توقف عند ذلك، وإنما تجاوز هذا. تجاوزه كيف؟ هناك فرقة من فرق الشيعة يقال لها الكمالية. هذه الفرقة تجاوزت هذا الأمر، يعني بالغت، فكفرت أبا بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلبوا الخلافة من علي ولم يعطوها إياه. ولكنهم قالوا: طيب أين علي؟ لما لم يطالب بالخلافة؟ لما رضي؟ لماذا بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان وسكت عن حقه؟ فتدرون ماذا فعلوا؟ كفروا عليا رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا: سكت هو عن حقه ولم ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. لما واجه أهل السنة بالنكير الشيعة في ذلك الوقت وألزموهم بنصوص الكتاب والسنة وقارعوهم بالحجة، ولم يجدوا لهم مخرجا إلا عن طريق التقية وستر هذا المذهب، فصار هذا المذهب مذهبا باطنيا شعاره التقية، ليس مع أهل السنة فقط بل حتى مع الشيعة. فيقال في الحوزات للخاصة ما لا يقال للعامة. وبعد هذا كله نسمع كلمات تأتينا من بعيد تقول: إن أصل التشيع جاء من اليهودية. هل سمعتم هذا؟ هل بلغكم مثل هذا الكلام؟ أن أصل التشيع جاء من اليهودية؟ أتدرون من قال هذا الكلام؟ هذا ذكره النوبختي في كتابه فرق الشيعة، ذكر أن هناك من يقول إن أصل التشيع جاء من اليهودية، وسبب ذلك أن عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء اليمن، عبد الله بن سبأ هو أول من قال بالوصية، هو أول من قال بالوصية وتلقفها الشيعة للأسف، وقال إن عليا هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نسب بعض الناس التشيع إلى اليهودية. ذكر هذا النوبختي، وذكره سعد القمي في كتاب فرق الشيعة، وذكره كذلك في بحر الأنوار المجلسي في كتابه، ذكروا هذا الكلام. وتوجد فرقة إلى اليوم، توجد فرقة اليوم تسمى السبائية، ويقال لها العلي إلهية، أي التي تؤله عليا رضي الله عنه. وأنا أستغرب حقيقة في موضوع التقية بالذات
وهو أن الشيعة الإمامية لا يملكون الجرأة لإعلان مذهبهم ودينهم. لماذا تستخدم التقية خاصة في زماننا هذا؟ لماذا التقية؟ لماذا نتقي؟ ما أحد يمنع الشيعة اليوم من الإفصاح عن مذهبهم ومعتقداتهم. أتدرون لماذا؟ لأنها ستعزلهم عن العالم الإسلامي وتجعل عليهم حجرا، ولذلك استخدموا التقية لتضليل الناس. والحقائق منها ما هو مشرف ومنها ما هو مخزن، فمن كانت حقيقته مشرفة لا يستحي يعلنها، يقول نعم أنا أقول كذا وأقول كذا وأقول كذا. لماذا التقية؟ أين هيهات من الذلة؟ لماذا لا تقال؟ لماذا لا يعلن المذهب؟ اسمعوا ماذا يقول محمد آصف محسني. محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار، هذا الرجل جاء في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب مرآة العقول ففسر بعض الألفاظ التي كانت تستخدم تقية، كلفظ نعثل وفصيل وحبتر والأول والثاني وعسكر والثلاثة والسبعة وغير ذلك من الكلمات التي كانوا يستخدمونها تقية. فإذا قالوا الأول يعنون أبا بكر، والثاني يعنون عمر، والثالث يعنون عثمان، والثلاثة هؤلاء، وعسكر يعنون عائشة، وحبتر يعنون عمر، وفصيل يعنون أبا بكر، ونعثل يعنون عثمان، وهكذا كلمات يستخدمونها. المجلسي في القرن الثاني عشر توفي 1111. المجلسي لما جاء في زمنه في أيام الدولة الصفوية وفي قوتها صرح بهذه الأسماء. انظروا ماذا يقول محمد محسن آصفي أو آصف محسني. يقول: لم يمسك المؤلف يعني المجلسي قلمه عن السب والتفسيق والتكفير والطعن في جملة من أجزاء بحاره بالنسبة إلى قادة المخالفين، والله يعلم أنها كم أضرت بالطائفة نفسا وعرضا ومالا، على أنه هو الذي نقل الروايات الدالة على وجوب التقية وحرمة إفشاء الأسرار، دين يحتوي على أسرار، وأصر على التصريح بمرجع ضمائر التثنية في الروايات، مع أن عوام المؤمنين يعرفونه فضلا عن خاصتهم، فأي فائدة في هذا التفسير سوى إشعال نار الغضب والغيظ والانتقام. هذا في مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 167. يعني يقول: لماذا تعلن؟ نحن نعلم من الأول، من نعلم من المقصود باللعن، نعلم من المقصود بالتفسير. طيب أعلنوها أنتم أيضا، قولوا نحن نلعن أبا بكر وعمر وعثمان. لماذا يعني إخفاء هذا الدين؟ إنسان إذا كان ينتسب إلى دين يعلنه، يقول أنا أنتسب إلى هذا الدين وأعلنه وأقول كذا. أما إخفاؤه فهذا لا يجوز. سأقدم بتعريفات يسيرة قبل أن أخوض في موضوعي. أولا، إذا أطلقت كلمة المؤمن في المذهب الشيعي فالمقصود به هو المؤمن الاثنى عشري. قال الخميني: المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهذا في كتابه المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 50 و200. ويقول السيستاني: الإيمان بمعنى أن يكون 12، وهذا في المسائل المنتخبة صفحة 13. أما المخالف فنحن أهل السنة تسموننا المخالفين. ماذا يقول الكلبيكاني المرجع الشيعي؟ يقول: المخالف في لساننا يطلق على منكر خلافة أمير المؤمنين بلا فصل. يعني نحن ننكر خلافة الأمير المؤمنين رضي الله عنه بلا فصل، بل نقول بفصل. يعني بعد عثمان، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، خلافة علي نؤمن بها، لكن هم يقول الذي ينكرها بلا فصل أي بعد النبي مباشرة هو المخالف. وهذا في كتابه إرشاد السائل صفحة 99 و200. وقال يوسف البحراني: لا نعقل من المخالف متى أطلق إلا المخالف في الإمامة والمقدمة فيها، وهذا في شهاب الثاقب صفحة 54 و200. إذا لا تنسوا هذين التعريفين، المخالف نحن والمؤمن أنتم، في كلام مراجعكم وعلمائكم. أنتم المؤمنون ونحن المخالفون. فانظروا الآن ماذا يقولون عنا، واعذرونا إن غضبنا. قال الصادق أو الباقر، شك من الراوي،
يقول إن أهل المدينة ليكفرون بالله جهرة، وأهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 10 و400. مع ملاحظة أن الصادق والباقر مدنيان، ولدا في المدينة، عاشا في المدينة، تربيا في المدينة، وماتا في المدينة، ودفنا في المدينة، ويقولان هذا عن المدينة وأهلها. هل يعقل هذا؟ قال علامتهم ومرجعهم، أو إن شئتم قولوا علامتكم ومرجعكم، الخوئي. ويمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين. نحن هل تقبلون هذا؟ هل نحن أنجاس عندكم؟ ويمكن أن يستدل على نجاسة المخالفين وجوه 3. الأول ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم كافر، وهذا في كتاب الطهارة للخوئي الجزء الثاني صفحة 40 و80. وقال أيضا وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، وهذا في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 23 و300. عفوا، هل تقبلون هذا؟ يعني عندما أقرأ وأنا السني كلام الخوئي هذا وكلام غيره مما سيأتينا ذكره، عندما أقرأ مثل هذا الكلام وأرى أن الخوئية الذي تقلده أنت، أو السيستانية الذي تقلده أنت، أو القلبيجاني الذي تقلدينه أنت، أو غيرهم من مراجعكم، أو علماءكم الكبار الذين تشيرون إليهم بالبنان، عندما أقرأ مثل هذا الكلام أني نجس، أني كافر، أني مخلد في نار جهنم، أني حلال الدم، أني حلال العرض، أني حلال المال، ثم تقول لي لا تكرهني، لا تحقد علي، لا تبغضني، لا تحمل في قلبك شيئا علي. بالله عليكم هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام؟ قال المفيد ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا نحن للحق في الولاية ولا يصلي عليه. هذا في الحدائق الناظرة ليوسف البحراني الجزء الخامس صفحة 75 و100. وقال الصدوق واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء عليهم السلام. وهذا نقله عنه صاحب البحار في الجزء الثامن صفحة 65 و300. وقال المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. بحار الأنوار الجزء الثامن صفحة 66 و300. نحن عندكم عند علمائكم كفار مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله.